أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه تتمة للفيديو الأول، فيديو المروحة بطريقة اقتصادية. هذه المروحة اللي كنت أمامكم درت بها قياسات باش درت مروحة الريشة. هي بالذات هذه أيضا راح نثبت الفراغات تاعها هنايا، كما يعني سبقت وقلت لكم باللي هذه المروحة ما تنحلش وتتبلع كي نخدموها خلاص، لهذا ضروري نثبتو هذه الفتحات ونستخدمو الجهة الشينة نحطو عليها لاغيبيغ. أنا هنا عندي لاغيبيغ تاع الريدويات، وانتوما إلا حابين تشرولها قالون غالي شرولها، يعني أنا المتوفر عندي طبقت به هذه الفكرة. استخدمت هنا فقط السيليكون، لأن المروحة هنا عندي لونها أبيض، ولو كان يعني المروحة يكون لون آخر لازم تثبيت هذوك الفراغات وقفلهم يكون بالبي 7000 أو بي 6000 أو إيغريك 7000. كاين 3 أنواع أو 4. هنا ثبت فقط بالسيليكون. ضروري أيضا ندير شغل دغابي باش ما يجينيش هذيك لاكيبيغ ما يجينيش فيها التجويف، وتتبع المنحنى. ولازم الورود تكون محطوطة بطريقة متناسقة. أنا كنت قطعت أجزاء شغل أنها مثل الإيكير، الزاوية قائمة، باش نقدر نحط العرض تاعها من فوق ونجيب هذاك الصومي تاعها نجيبه هنا عند اليد بهذا الشكل. قادرين يعني اللي عندها القماش بزاف تاع لاكيبي ولا قادرين تحطوا قطعة واحدة، تكولوها ومن بعد تقصوا الحواف وخلاص. فقط عند الحواف العريضة هذيك تاع المنحنى ديروا شغل ورود خارجة، هكذا ورود خارجة باش تعطيكم الشكل المراد. وأنا هذيك الورود اللي خارجة عند المنحنى ما راحش نخليها وحدها، راح ندور المروحة ونزيدها طبقة عليها بنفس الورود، باش هكذا يعني الحروف تكون واقفة، الحروف تاع المنحنى تكون واقفة ما تكونش متدلية. والمروحة ما راحش نغطيها من الخلف، فقط راح نضيف هذاك المنحنى تاع لاكيبيغ كما قلت باش يوقف لي حافة المروحة. راح نغطيها، هي شكلها جميل من الخلف، راح نحافظ عليه كما هو في الأصل. نقص الزوائد وهنا كملت من الأمام. هنا ندوبلي الحواف بنفس الطريقة، فقط الحواف. عندي ورود، الورد التركي هذا ضروري يكون من هذه النوعية. تاع لي كوفخي، زمان كنا نديرو في لي كوفخي. نحاول نسق التثبيت تاعها. نبدأ بالأوراق، عملية سهلة جدا، كل واحد وذوقه، ونثبتها بالسيليكون فقط. هنا في التصوير ما صورتش أمامكم العقاشات اللي درتهم، لكن في يعني خارج التصوير زدت بانت لي فارغة، زدت عقاشات في الحواف اللي قصيت منهم الزوائد
وفوق كل وردة درت عقاشة أو لؤلؤ ما تسموه. اللي سألوا على سعر البيع، سعر البيع كما هذه أنا راح يعني نخلص فقط الورود والفونتاي يعني والعمل، راح نبيعها 1000 دينار أو 1200 دينار. لكن انتم إذا شريتوا لا غيبيور وشريتوها غالية يعني راح تكون السعر البيع تاعها 1500 دينار. يعني هذه تكون اقتصادية وأرخص من مروحة الريشة. الستايل هذا الفيكتوري ما أشرت مسبقا هو ليس فيكتوري، لكن مسمينه فيكتوري، هو في الأصل عربي. ما علينا. ثبت كما قلت وردة فوق الوردة باش تعطيني حواف مستقيمة وواقفة، ما تكونش متدلية ولا متجوفة. ضروري داك الضغابي وراني ندير في السيليكون وراني نزيد نثبت، ضروري ما تجبدوش وديروا شغل تستاف او ضغابي. والتنسيق ايضا هنا ما راحش يبان سيليكون لان كما قلت نخدم على قاعدة بيضاء، لكن اذا كانت القاعدة مشي بيضاء تفادوا السيليكون، استعملوا بيسيت ميل، او اذا استعملتوا سيليكون ما تكثروش. هذا الحواف اللي راني نقفل فيهم الان انا من بعد درت لهم عقاشات كما رايحين تشوفوا في نهاية الفيديو. كنت راح نخليها هكا لكن ما عجبنيش الشكل تاعها، ضفت لها بعض اللمسات. نغطي ايضا بقاولي هذه الوردات، نغطي هنا عند اليد. الفيديو او الجزء الاول ما جابش مشاهدات رغم ان الفكرة اقتصادية ورائعة جدا، ولهذا الناس اللي يلوموني سمحوا لي. يعني انا نحب نحط الفيديوهات والطريقة، لكن فيه تعب بزاف، فيه مونتاج، المونتاج ياخذ وقت اكثر من العمل بنفسه. لهذا راح اكتفي بالمرة القادمة بالشورتات، يعني شورت الفيديو القصير تاع نهاية العمل لنوريكم فكرة وفقط. هذا هو شكل المروحة الخاصة بالغيبيور. نشوفوا هنايا الشكل، هنا ما درتش الطريقة معكم تاع مروحة سوداء كانت عندي. هذه مروحة كانت مكسرة ماشي بزاف، كانت مكسرة فقط ضلع واحد. ثبت هذوك الأضلاع تاعها ودرت لهم بيسات من مشي سيليكون. ثم نفس الطريقة تاع الريش اللي درتها في المروحة البيضاء، لكن هنا بدون ريش، درتها بالفرو اللون تاعه كما تلاحظون في الغونة. ثبت وهنايا راني نحرق في الزوائد. ونفس القالون اللي درته المروحة تاع الريشة البيضاء درته هنايا، لكن هنا راح نضيف بعض اللمسات الأخيرة كما كي الفصات، كي يعني بعض الإكسسوارات وبونبون. هذه هي الأفكار الثلاثة للمروحة ليفونتاي. هذا الشكل مروحة الغيبيور بعد إضافة لمسة العقاش أنيقة جدا. وهذا
اللون الغونا اللي درت له هنا قطعة من التاج وهذاك البغوش وبعض الفصات. شكلها أنيق أيضا. أتمنى أن يروق لكم. إلى اللقاء.